من أطيب وألذ وأشهر الأكلات الحورانية الفطاير بالبندورة والكشك واللحمة. وسابقا كانوا يستخدموا فقط بندورة وكشك، وممكن كمان تستخدموا فقط بندورة ولحمة، يعني الخيارات واسعة قدامكم. ليش الأكلة تراثية؟ لأنه البندورة بتطلع بدرعة بكثرة، وخصوصا منطقة طفص، فبيسموا البندورة الدرعاوية أطيب أنواع البندورة بسوريا. اختاروا نوع البندورة ما يكون كتير مستوي ولا أخضر قاسي، لكن يتحمل معنا على النار شوية حرارة من دون ما يدوب. بالبداية حضرت أمي العجينة الله يطول بعمرها. طبعا اليوم الوصفة على أصولها دون أي إضافات حديثة، وعذرا على الصوت لأنه أنا صار لي فترة بقريب حاد وما عم طيب أبدا، بس ما فيني ما أطلع عليكم. عجينة كتير عادية لطحين، حبة البركة اختياري ما ضرورية، ملح وسكر وخميرة، وبنعجنها بمي دافية وبنتركها ترتاح ساعة. ولتحضير الحشو بنحتاج بصل، ممكن نقطعه على إيدنا ناعم، يفضل كتير يكون ناعم. ومثل أي طبخة كل بيت له طريقة طبخ، ممكن نقلي البصل مع اللحمة سوا، وممكن نقلي البصل لحاله واللحمة لحالها، بس نحن اتبعنا هي الطريقة مشان البصل ما يدبل كتير. قليناه بطنجرة لحال واللحمة لحالها، لأنه أمي عريقة سورية فما بتكب شيء. ظرف الإندومي بنستخدمه بأكلات تانية، فحطت الشطة تبع الإندومي على البصل وكانت كتير طيبة. وهلأ مرحلة تطبيق الحشوة، حطينا اللحمة اللي قليناها بالبداية، تركتها أمي شوي تتفرفد وتبرد، وحطينا الكشك هو عبارة عن برغل، يلي ما بيعرف شو الكشك برغل، ولبن، وبنحط له ملح، وبنتركه تقريبا 3-4 أيام برا البراد لحتى يحمض ونحصل على طعمة الحموضة. بعدين ممكن نحفظه بالبراد إما أخضر مثل ما مبين معكم، أو ممكن نشفه قراص وبعدين نستخدمه ناعم مطحون. طبعا بهالوقت هذا أضفنا على البصل شوية بهارات، كركم، ما بعرف شو البهارات اللي حطتها أمي، بس تشكيلة كتير طيبة، معنا كتير بهارات كمان تغير من طعمة الأكلة. خلطنا كل هالمكونات سوا، وفي حال ما توفر عندكم الكشك حطوا لبن مدعبلة، المهم طعمة اللبن تكون واضحة. هيك أصول الأكلة، ما تسألوني ليش، بس هي أصلا الأكلة. حطينا اللبنة عليهم، ورجعت خلطت أمي كل الخلطة هيك سوا بإيديها البركة. والبندورة حطتها على جنب مصفاية وعصرتها كتير منيح من المي اللي بتطلع منها، يعني ما بدنا أي سوائل بالبندورة، نحاول قد ما فينا نعصرها على ايدنا، طبعا مو بخلاط، فقط هيك تعصير خفيف. بعد ما نحصل على البندوره بهالقطع هي وما فيها سوائل، بنرجع بنحطها فوق خلطه اللحمه وبنخلطهم كلهم سوا. الاضافات المميزه اللي ممكن تحطوها، اما تحطوا دبس رمان، بس انا بتوقع انه ما أنا من اساس الاكل دبس الرمان، لكن نحن متعودين عليها ونحن صغار بنحب طعمه الحموضه بهي الاكله، الفطاير تكون حامضة. خلطنا الخلطة وجهزناها، بهالوقت هاد بتكون عنا العجينة اختمرت وارتاحت مزبوط. لو أساسا تنخبز إما بفرن عادي عربي أو على تنور أو على صاج، فنحن حصلنا على هذا الصاج من الأمازون، ممكن تلاقوه. أنا ما عندي الرابط لأنه من زمان اشتريناه، بس ممكن تلاقوه بالأمازون. وإذا ما توفر عندكم كل هالشغلات هي، الفرن الكهربائي العادي فيكم تخبزوا على الأرضية، فعوا درجة حرارة الفرن لتصير مثل الصاج، وبتحطوها على كارة اللي هي مثل المخدة، وبتقلبوها على أرضية الفرن، وبس تحمرت وترجعوا بتقلبوها على الوش الثاني، وبعينكم الله على التنظيف. بعد ما نقطع كرات العجين بهالشكل هذا، لازم نتركها ترتاح 5 دقائق ل10 دقائق مشان تفرد معنا بكل رياحة وما تكش. إحدى الأسباب اللي بكش معنا العجين لما نفرده بهالشكل هاد إنه ما بيكون ارتاح مزبوط، فكل ما تفرده بيرجع بكش على بعضه. بينما لما تكون العجينة مرتاحة فبتفرد معنا بكل سهولة. وبحطوا كمية وفيرة من الحشوة، وبعدين رجعوا طبقوها بعجينة نفس المقاس تقريبا، وكبسوا الأطراف كتير منيح، وحاولوا أثناء الفرد الأطراف تكون أرق من النص، لأنه بالنص رح تتوزع معنا لما تنمد وتنفرد، بينما الأطراف ممكن تضل شوي سميكة. وكل ما كانت رقيقة كل ما كانت أطيب. أصول هي الأكلة تكون الفطاير كتير رقيقة. وهلأ بتوقع ما ضل غير الأمهات الكبار بيعملوا هي الأكلة، لأنه بدها شغل، نحن صرنا شغل الإندومي والشغلات السريعة وما لنا خلق لهيك أكلات أبدا. وكمان في فكرة تانية، إذا ما حبيتوا تعملوها بهالشكل هذا الكبير، ممكن تعملوها على شكل مثلثات أو مثل المعجنات العادية، السمبوسك المثلث. كمان هي الطريقة أسهل وأسرع، أنا كتير بحبذها، وممكن المرة الجاي صور لكم إياها كطريقة أسهل، لأنه هي شوي صعبة علينا. هلا لهذا السبب أنا قلت لكم لازم نفرم البندورة بشكل ناعم مشان ما تفتح معنا العجينة وتنشق. شايفين حبات البندورة لساتها مبينة، بس بنفس الوقت ما انشقت. بعد ما تحمر معنا الوش الأول بنقلبها على الثاني وبنشربها بزيت زيتون. هيك بتكونوا حصلتوا على أطيب فطاير حورانية بالعالم كله. أعطوني رأيكم بالكومنتات، وكتبوا لي إمتى آخر مرة أكلتوا هيك أكلوا. يا ترى اللي ما جربها متشجعين تجربوها من جديد؟ ما تنسوا السيف والشير واللايك، دعمكم بهمني. سلام. ولا بتعرفي الدلعة؟